بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا عندي فراخ فرن، رز ابيض وسلطات ماشي، وعندي خضار مشكل وحاجه يعني ما شاء الله. النهارده الصراحه تسلم ايديك يا شوفان. الرحمن الرحيم. النهارده عندنا فته باللحمه وسلطات وملوخيه وشغل فاخر جدا ما شاء الله. ان شاء الله عندنا كباب مشوي على الفحم تمام، وخضار مشكل وسلطات ورز بالكاري وشوربه لسان عصفور. الصراحه الله ينور يا شيف وائل، تسلم ايديك، حاجه شغل جميل جدا ما شاء الله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده عندنا فراخ كنتاكي مع مكرونه نجرسكو والفراخ مع طحينه مع سلطات، حاجه ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله تنول اعجابكم النهارده. تسلم ايديك يا شيف وائل، وشغل ما شاء الله، حاجه جميله جدا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا عندي فراخ مشويه على الفحم، وعندي رز ابيض، وعندي خضار سوتيه، وعندي طماطم مشويه وفلفل مشوي ماشي، حاجه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. النهارده ان شاء الله وجبة الغداء رز ابيض، فراخ سلطانة، سلطة خضراء، وملوخية. بسم الله ما شاء الله. رحيم. النهارده عندنا فراخ فرن ورز اصفر بالكاري وخضار سوتيه وسلطات ما شاء الله. تسلم ايديك يا شيف وائل، وشغل ما شاء الله يعني، ربنا يبارك يا رب. بالهنا والشفا. النهارده مجهزين رز اصفر بالكاري، سلطات، خضار مشكل تمام، وكباب حله. يا جمال ويا جمال مشاوينا على النهارده الفوق الروسي ماشي. اعمل لهم فراخ مشويه واعمل لهم كفته، احلى وجمال. تاني معانا كباب مشوي ماشي، ومعانا شوربة لسان عصفور ما شاء الله، ومعانا برضو خضار مشكل، معانا رز أصفر برضو ماشي، وعاملين شغل ما شاء الله اهو. وادي الشواية بتاعتنا اهي، الحمد لله رب العالمين. تجربتنا النهارده انا وسحس في مطعم مشاوينا، اجمد مطعم للمشويات والاكل العربي في مرسى مطروح كلها. شرفنا جدا بالخلوق محمد صلاح، وكمان الشيف الغني عن التعريف طارق رشدي. الناس بجد كانت عايزه تشيلنا من على الارض شيل. انا فخوره بمعرفتي بيكم. نزلت لنا الوليمه بقى اللي اتجنن، طلبنا كل حاجه تقريبا في المنيو. السلطات كانت روعه يا جماعه، المشويات كانت 10/10، السجق المشوي وكمان الريش كانت بتدوب. كمان طلبنا ميكس جريل عشان كان في ناس عايزه تجربه، والاكل كان تحفه والكميات كانت كبيره جدا. الدلع كله بقى بعد ما تخلص لذاذه الاكل، في دلع كده بيحصل وانت بتغسل ايديك، شغل عربي قديم كده على اصله. والشاي الزردة اللي ما ينفعش تروح مطروح وما تشربوش لانه كده حاجه خيال. وكمان السوق هناك بيبيع شاي زردة لو انتوا حابين. اتبسطنا قوي.
طبعا عيش معمول بطريقه معينه خاصه مش موجوده في مطروح. احنا حاجه خاصه بينا احنا، شغلنا احنا. دي طبعا السلطه الخضراء العاديه، دي طبعا محل المشكل بتاعنا، دي البشاميل بس بطريقه الايطالي، حاجه برضه خاصه بينا احنا. دي طبعا متبل لبناني، دي الطحينه، ده تاج المكرونه باللحمه المفرومه. دي طبعا الكباب والكفته بتاعنا البلدي، ده اسباجيتي داوود باشا، صوص داوود باشا برضه، ده اسباجيتي باللحمه المفرومه. كل الحاجات دي بطريقه غير الطريقه اللي موجوده التانيه. كل الحاجات دي بتاخد طاسه زي نظام الباستا الايطالي بالزبده. بمناسبه بقى الافتتاح، بمناسبه الحاجات الجميله دي، مستر محمد طبعا المدير بتاعنا هيوضح لكم المفاجاه الكبيره اللي هو